الواحد مع أحمد ملا طلال. يا بتستريحوا كيفك؟ وين بدك تقعد؟ ها؟ اللي يكت وين بده يقعد يقعد. حياك الله. السلام عليكم. صحيفة الشرق الأوسط السعودية أعلنت اليوم عن وجود 3000 إرهابي محكوم بالإعدام في العراق، وذول الإرهابيين بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكامهم حتى يتم التنفيذ بحقهم. الصحيفة أضافت بتقريرها أن المحكومين بالإعدام بينهم عرب وأجانب، والتهم الموجهة لهم هي الإرهاب، وذكرت أنه سبب تأخير تنفيذ الإعدام يعود إلى وجود سلسلة من الإجراءات القضائية الروتينية. من بين الإجراءات الروتينية هو التمييز الوجوبي اللي قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة، ناهيك عن أنه عملية تنفيذ الأحكام ما تتم إلا من خلال صدور مرسوم جمهوري، والمراسيم الجمهورية عادة تتأخر بسبب تشكيل لجنة برئاسة الجمهورية بهدف تدقيق الأحكام القضائية. الصحيفة نقلت عن مصدر عراقي مسؤول أن وزارة العدل هي اللي تقوم بتنفيذ الأحكام مجرد صدور المرسوم، لكن الإجراءات القضائية تعاني من مشكلة هي خضوعها خلال السنوات الماضية للخلافات السياسية. هذا التقرير أثار انتباهنا اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو تشكيل الحكومة بين علنية ماغورك وسرية سليماني. قلنا لكم مسلسل ليالي الكتلة الأكبر راح يعوضنا عن غياب الدراما المحلية، خصوصا أنه بالحلقات اللي مضت لاحظنا أكو تداخل باللهجات بين 4 لغات، عربية وكردية وإنجليزية وفارسية. عوفوا العربية والكردية هسه وتعالوا للإنجليزية والفارسية، لأن ذن اللغتين بالذات أثارا سؤالين ما بيهم ترك. السؤال الأول، عود ليش جميع لقاءات بريت ماغورك مبعوث ترامب للتحالف الدولي كانت علنية وعيني عينك يلتقي أمام الكاميرات ببغداد وأربيل والسليمانية، بينما لقاءات قاسم سليماني سرية وما حد ينفيها أو يثبتها ولا أحد يدري ايش دار بيها. السؤال الثاني، عود ليش الاثنين ماغورك وسليماني التقوا بكل الأطراف ما عدا مقتدى الصدر؟ هل هذا اعتراف أنه الرجل غير قابل للحوار؟ لو بالعكس اعتراف أنه هو الأهم وعليهم يضبطون كل شيء ويروحوا له بالخلاصة. فيما يتعلق بالسؤال الأول، واضح أنه منهج الأمريكان هو هذا، كل شيء علني وماكو شيء مغطى، بينما الإيرانيين عكسهم تماما، استراتيجية تعتمد السرية ويقين كامل بشعار استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. كل التجارب السابقة تأكد أنه دائما أكو مفاجآت إيرانية تظهر باللحظة الأخيرة تقلب المائدة على خصومهم، بل أنه بعض المتابعين ما يستبعدون إطلاقا أن ينتهي الماراثون بعودة الابن المتمرد للحضن الإيراني بطريقة أو بأخرى، وبذاك الوقت راح نشوف تخريجة فقهية تطلع من الحنانة اللي رجع لها الزعيم اليوم بعد أن التقى بوفد اليكتي. اي نعم، رجع الزعيم دايخ حسب مصادرنا القريبة منه، لأنه كل طرف عنده مطالب شكل وكل طرف عنده رؤية تختلف. اليكتي مثلا اليوم فاجأ الجميع بانطباعه الأولي اللي خرج به بعد لقاءاته مع الأطراف الشيعية. الانطباع غريب نوعا ما، ويقول أنه الوحيد اللي شافه رؤيته واقعية هو نور المالكي. لا تستغربون، هيك يقولون، وهذا يعني أنه هم أكثر ميلا للأغلبية السياسية اللي رافع لواءها نور المالكي الواقعي حسب رأيهم. اي نعم، طريقة فهم الواقعية بالشارع السياسي يراد لها حلقة كاملة، لأن كل طرف يفهمها بطريقته. أمامكم ضياء الأسدي مثلا، اليوم اقترب مسافة معقولة من التفكير الواقعي،
من قال انه علاقة مقتدى الصدر بالسعودية مو سرية، بل هي علاقة معلنة. ونصح تامر السبحان بعدم التدخل بالشأن العراقي، لأن هذا التدخل بمساوئ. التصريح ككل واقعي حيل برأينا، وما كان ممكن يصدر عن قيادي صدري لو ما موجود تفاهمات على مستوى ما مع الأمريكان مثل ما يعتقد بعض المتابعين. شنو القرينة على هالتفاهم؟ القرينة أنه نصيحته للسبهان سبقتها أخبار شبه مؤكدة تقول أنه الأمريكان انطوا أمر لولاة الأمر بالسعودية بمنع من التصريح بأي موضوع، لأنه جاي يخربط الغزل العراقي، وربما يتسبب بإحراج الأطراف المتهمة بمسايرة السعودية. طيب إذا التناغم الصدري الأمريكي وصل لهالمرحلة، ليش بريت ماغورك ملتقى الصدر ما يريد يحرجه أمام أتباعه مثلا؟ ربما. زين سليماني ليش ملتقى الصدر؟ هاي صعب تتأكد أو تنفي، لأنه منهج الإيرانيين هو السرية. خاف نقول ما التقوا ويطلعون ملتقين، وخاف نقول التقوا ويطلعون ما ملتقين. حيرة ودوخة إلها أول ومالها تالي، وكل هذا بسبب تداخل اللهجات الكبير بمسلسل ليالي الكتلة الأكبر. هسه كون يدبلجوها ويريحونه. السلام عليكم. اليوم ويانا حتى نناقش ليلة من ليالي الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة ضيف عزيز من زمان ما شايفيه. هو يجي لبغداد بس ما يقول لنا. السيد خالد الشواني القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. يمكن صرت عضو مكتب سياسي؟ لا قيادة. قيادة. ما صرت بالاجتماع الأخير مصر؟ بلي حضرت الاجتماع. زين. وكذلك مع السيد محمد الدراجي عن ائتلاف الفتح، وأيضا السيد كاظم الصيادي النائب عن ائتلاف دولة القانون، وعبر الأقمار الصناعية السيد الشيخ حميد معلة القيادي في تيار الحكمة. حياكم الله ضيوف الكرام، وخلونا نبدي هالليلة من ليالي الكتلة الأكبر. وابدو وياك أستاذ خالد، آخر لقاء سواه السيد مقتدى الصدر وياكم قبل ما يرجع للحنانة، وأول لقاء كان البارحة وفدكم مع المالكي. أصوروا اللقاء البارحة؟ لا، اليوم عصرا التقينا بالسيد المالكي. اليوم العصر يم المالكي والبارحة المغرب يم المالكي. هيك عزيز المالكي عندكم؟ لا، البارحة السيد فؤاد معصوم والسيد فرياد راوندوزي كانوا يم المالكي. صحيح. واليوم هم رجعتوا له؟ لا. تحياتي إلى حياك الله أخي حياك الله. كذلك إخواني، تحياتي لمشاهدي الشرقية. لا، اللقاء يوم أمس كان لقاء السيد رئيس الجمهورية مع السيد نائب رئيس الجمهورية، وتباحثوا في كثير من الشؤون السياسية ومرحلة ما بعد الانتخابات. لكن الوفد الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني احنا اليوم وصلنا لبغداد صباحا. اللقاء الأول كان مع سماحة السيد الصدر، وبعدها مع السيد الدكتور حيدر العبادي، وبعدين مع السيد المالكي. واليوم الاجتماع الأخير قبل يعني نصف ساعة تقريبا انتهى مع السيد هادي العامري. زين. يعني ابتداء صباحا بدينا باجتماع مع اخوه في الحزب الديمقراطي الكردستاني كانوا موجودين هنا. والله زين. بغداد تجمعكم الوفد مالتهم. لا، انت عندك معلومات. عمليه بدء المشاورات لتوحيد الصف الكردي بدأ من أربيل، وكان هناك اجتماعات يعني بعيدة عن الإعلام تجمع الحزبين، وكذلك نريد أن تجمع الأحزاب الكردستانية الأخرى. يعني اليوم ايش ضفتوا لها من لمسات؟ يعني أكدنا على أنه ضرورة أن نسق المواقف هسه لما نلتقي بالكتل السياسية، على الأقل خطوط العريضة اللي نتكلم مع الكتل اللي موجودة في الفائزة في الانتخابات، على أن نرجع بعد يومين إلى كردستان، وهناك نبدأ بسلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب الكردستانية الأخرى الفائزة، حتى المعارضة وحتى اللي عندهم ملاحظات، حتى نخرج بمشروع سياسي، برنامج سياسي تعبر عن رؤية الكردستانيين، وممكن أن يطبق في بغداد وفق الدستور وفق تفاهمات جديدة تحصل وفق المعادلات السياسية الحالية اللي نقرأها الآن في بغداد. وكذلك تشكيل وفد مشترك على الأقل. يعني احنا نطمح أن تكون كل الأحزاب الكردستانية وفد الحسم هذا اللي يعني اجتماعات المرحلة المقبلة، الجولة المقبلة راح يعني هو قرارنا أن ندخل بوفد مشترك. نعم. زين. قبل ما أروح للشيخ حميد معلش، شو ما ذكرت زرتوا السيد عمار؟
السيد عمار اتصلنا به، يبدو انه كان خارج العراق في الكويت. نعم. يمكن اليوم هو رجع، غدا ساعة بالوحدة في الساعة 12 على ما أظن عندنا اجتماع معه. نعم. عندكم اجتماع. نعم. ومع السيد أسامة النجيفي غدا، وكذلك مع دكتور سليم جيد. والآخرين أيضا. شيخ حميد، ما أعرف هالمعلومة هسه وصلتني، وهذا طبعا تقصير من إعلامي أنه ما يعرف سيد عمار رايح الكويت. شنو المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لكم، وتحية طيبة لمشاهديكم الكرام ولضيوفك الأعزاء. طبعا سماحة السيد لديه زيارات كما تعلمون في كل رمضان، وهو تقليد قديم، يعني الذهاب إلى الكويت وزيارتها. وكانت هذه الفترة تقريبا هذا الأسبوع. أنت أيضا تعلم لدينا برنامج رمضاني أيضا من الأول يوم من شهر رمضان، لدينا أمسيات رمضانية. فحينما كان هذا البرنامج معطلا فأصبحت الفرصة مآتية، لأن سماحة السيد الحكيم يذهب إلى الكويت لكي يؤدي تلك المراسم السابقة بالنسبة إليه. وأيضا هي فرصة طيبة لشرح الموقف والإجابة على طبيعة الاستفسارات التي يمكن أن تطرح في هذه المنطقة الحساسة أيضا. هذا بالتأكيد يخليه يعضد فكرة أنه دول الجوار لها تأثير كبير على تشكيل الحكومة. كل القادة السياسيين عندهم تحركات مكوكية على دول الجوار هالأيام، سواء علنا أو سرا. اليوم السيد أسامة النجيفي رجع العصر من أنقرة، أيضا كان بأنقرة. ما أعرف شو وقت شاف السيد مقتدى البارحة، شو وقت راح الأنقرة، شو وقت رجع، شو وقت راح يشوف اليكتي باكر. يعني تريد تقول لي إنه زيارة السيد عمار للكويت ما لها علاقة بتشكيل الحكومة؟ يعني بالتأكيد أستطيع أن أقول أنها ليست لها علاقة بهذا الموضوع، وإن كنا نعتقد تماما بأن الشأن العراقي فعلا فيه تداخلات في العامل الدولي والعامل الإقليمي. هذا أيضا الأمر لا ينكر، لكن طبيعة هذه الزيارة تحديدا لم تكن هي من هذا النوع الذي بأن لجارة الكويت مثل هذا الدور في مثل هذا الشأن. طيب ارجع للاستاذ محمد الدراجي. اليوم نشوف تحركات بريت ماغورغ، رجال علني دا يشتغل. اول اعلن عن زيارته، وصل يوم السبت يوم الانتخابات، التقى بلقاء حتى مصور تلفزيوني وكل قناه تعرف به برئيس الوزراء بقاده السياسيين، راح الاربيل التقى، كله مصور. راح السليمانيه البارحه والتقى. بس الجنرال يلتقي ونسمع به بيلتقي بس بطريقه سريه، يا دوب نلحق ناخذ لنا خبرين انه الجنرال ملتقي بقاده الفتح، لو ملتقي بزعيم ائتلاف دوله القانون، لو ملتقي بالعبادي، لو ملتقي. من النادر. ليش هذا الفرق بين علنيه امريكا وسريه ايران؟ هو اولا رمضان كريم عليك وعلى الاخوان وعلى المشاهد الكريم، ان شاء الله يعود عليكم بالخير والصحه والامن على الشعب العراقي. انا اقول هم هذه كلها التحركات والاجتماعات شنو شردون؟ اي السؤال يردون يعينوكم على تشكيل الحكومه. شكو يعني اولا يعني اعتقد انه اي تدخل خارجي ما يعني يمكن أأدب كلمه يقال عليها انه عيب على كل قائد سياسي انه يرضخ او يتفاهم مع اجانب او دول خارجيه بغض النظر عربيه غير عربيه، مجاوره غير مجاوره، لتشكيل حكومه في العراق، لان هذا مو صحيح. وتشكيل الحكومه يجب ان يكون من خلال قوى وطنيه موجوده بالعمليه السياسيه في العراق. هذا اذا نريد نبني دوله. اما اذا نريد ماكو سياسيين اثنين بالعراق يختلفون على تاثير دول الاقليم والمجتمع الدولي، الدول المؤثره بالمجتمع الدولي على السياسه بالعراق، وهذا يعني احنا بزمن عولمه، يعني مصالح بالداخله. يعني مثلا الكويت من تريد تشكل حكومه ما حد يتدخل بيها. ليش احنا وضعنا مستقر مثل وضع الكويت؟ يعني لو موقعنا الجيوسياسي واهميتنا الاستراتيجيه. مصر هم لهم دخل اذا احد يعين رئيس او يشيل رئيس. احنا شوف هذا اذا نرضخ للامر الواقع اللي تتحدث به جنابك، يعني احنا مو وطني.
اللي دا نقله جنابي مو يعني اتحدث في عفواً، جنابي دا ينقل اللي تنقله حضرتك. فمعناها انه احنا نفقد القرار الوطني. هذه كل اللي دا يصير ترى حتى يطلعون رئيس وزراء، حتى يطلعون رئيس وزراء. اي هي بالنتيجه دا تشوف هسه يمكن الاخوان هسه يروحون يجون وكتل كلها تتلاقى، بس يلقون رئيس وزراء شغله 10 ايام يفضوها يقسمون الوزارات وماكو اي مشكله بتشكيل حكومه. لا احد يقول لي تشكيل حكومه. المشكله الاساسيه عندنا في اختيار كل هاي الحوارات على اللي مود رئيس وزراء منو؟ رئيس وزراء منو؟ اما لا تقول لي تشكيل حكومه او حتى الكتله الاكبر، هي الكتله الاكبر تشكل حكومه؟ الكتله الاكبر تطلع رئيس وزراء ووراه يقعدون جوله ثانيه كل سهله، هذا الك هذا الي. زين الان الامور وين رايحه؟ هل هي اقرب الى رؤيه ماجورك لو رؤيه سليماني؟ ما واضحه. ما واضحه. ما واضحه خصوصا نتائج الانتخاب صممت لان تكون متقاربه على طريقه الاواني المستطرقه. زين ثلاث محمد ماكو شيء اختلف عن توقعاتنا، ما عدا شويه التيار الصدري عبر كم مقعد زياده. اي لا ماشي، بس نتيجه عدم خروج جمهوركم. لا جمهور التيار دقيقه هذا موضوع اخر. ان دا اقول لك انه كل الانتخابات السابقه اكو كتله تطلع مستوى معين والباقي متساويات ثاني وثالث ورابع. زين المشكله هسه الكتل متساويه تقريبا، يعني ينطيني كتلتين، خلينا نقول يعني اسف راح احكي بالمنطق شويه اللي يسمى طائفي اللي يعني ما اعترف به، بس خلينا نقول الكتل الشيعيه اللي تصدر رئيس وزراء. قبل كانت اكو كتله واضحه هي الكتله الاقوى. اي دورتين دوره القانون 2006 و2010 و2014 جابت عدد من المقاعد تجبر الاخرين على انه رئيس الوزراء يطلع منه. الان كتلتين ممكن ان تجبر الاخرين. ما الكتلتين الا اذا اتحدت. اي الا اذا اتحدت. اعطيني كتلتين ممكن تتحد. هذا الحكي وتكفي. صار من اسبوعين نسولف ودولة القانون قريبة من الفتح والنصر قريب من سائرون. ما حد الكل قريب من الكل والكل بعيد عن الكل. حلني هسه كاظم. هالمرة اعقد دورة للعلم. اعقد دورة. ممكن يتأخر تشكيل الحكومة. اتمنى انه ما يتأخر. وممكن يتأخر اختيار رئيس الوزراء استاذ كاظم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع ابناء الشعب العراقي، وتحية لك والاخوة الضيوف ولمشاهدي قناة الشرقية. انا اعتقد بان ليالي الكتلة الاكبر هي بالعشرة الاواخر. 10 الأواخر من رمضان؟ لا 10 الأواخر ما قبل 1/7. من 10 الأواخر من المدة الدستورية. لن تعرف يوم 1/7 ينتهي عمل مجلس النواب الحالي ويبدأ عمل مجلس النواب زين القادم. زين. فراح تدخل إحدى الكتل بعد اتفاق وتوافقات سياسية في قضية الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. مثل ما تكلم الأستاذ محمد ماكو شيء اسمه تشكيل حكومة، اكو شيء اسمه تشكيل رئيس وزراء. اختيار رئيس وزراء. هسه كل الموجودين هو جس نبض وفرض الارادات، بان انا اختارك واتلف وياك بس على شرط انطيك ابتزاز، انطيني الوزاره الفلانيه والوزاره الفلانيه، احنا نمثلها بيش؟ نمثلها بالدلالات. ما وصل ما وصل هاي التفاصيل. لا العن من هاي التفاصيل. العن من هاي التفاصيل. القضيه الاخرى من يعتقد سليماني بالعراق؟ يعني انا اشوف الهاله الاعلاميه الكبيره اجتمع منو سرب هاي المعلومات؟ انا المعلومات اللي عندي بان سليماني لحد هاي اللحظه ما دخل العراق. زين. لحد هاي اللحظه تارك الملعب. لان لا زال صغار الامريكان جاي يلعبون بعقول بعض الاجندات اللي تابعه لهم او بعض التدخلات داخل التحالف الوطني الشيعي مع الاسف. قبل 3 ايام، اليوم شنو؟ اليوم 3 مو 3 اليوم؟ اربعاء اليوم اربعاء. اي يوم الاحد تسريبات العصر. تسريبات صدقني. هو والشيخ تسريبات. كانوا مع عمك؟ لا تسريبات. كيفك؟ صدقني كانوا قاعدين العصر يا معمر. لا تسريبات. ثاني يوم راح لحد هاي اللحظه. ثاني يوم راح لحد هاي اللحظه المحور الايراني ما دخل نهائي على قضيه تشكيل الحكومه، لحد هاي اللحظه. الان المحور الكتل السياسيه جاي تتفق على قضيه
تشكيل من سيكون رئيس الوزراء والكتله الاكبر، والكل اجت لبغداد واجتمعت خلاص هذا اللي يهم، وهذا اللي يهم امريكا واللي يهم اكيد اكيد انا وياك بهذا الموضوع. القضيه الاخرى الكل هسه جاي تتفق على الخطوط العريضه ترى بالمناسبه، لا زالت بعيده كل البعد عن الصغريات، لان الصغريات هي سبب الخلافات. مثلا خلينا نفرض فرض مثلا تسريبات اللي اجت اليوم يقول اجتمع الاخوه الكرد في قضيه تسميه رئيس الجمهوريه هوشيار زيباري. من اللي راح يتوافق بهذا الموضوع يقبل احنا نروح نميل وياه، او قد يظهر راي اخر للاخوه الكرد بهذا الموضوع. الاخوه السنه لحد الان تسريبات بان يريدون خالد العبيدي او غير رئيس مجلس النواب. اذا القضيه لحد الان هي قضيه جس نبض. لحد هاي اللحظه هي عباره عن ابتزاز، هي عباره عن يعني شنو رده فعل الاخر. الامور ما تصير باتجاه تشكيل الحكومه ولا تشكيل رئيس الوزراء. لحد هاي اللحظه عباره عن لقاءات قد تكون وديه بالظاهر، بس قد تكون هناك خلافات كبيره جدا داخل اللقاءات. يعني هل يتفق الاخوه الكرد الديمقراطي والاتحاد على قضيه تسميه هوشيار؟ اكيد راح تخلق صراع بالداخل. والله هل تتفق الكتل الشيعيه على تجديد ولايه ثانيه للعبادي ام يكون هناك غير العبادي؟ من سيكون غير العبادي؟ هل ستبقى كتله الفتح هي صاحبة الرأي؟ هل تبقى كتلة النصر هي صاحبة الرأي؟ هل تبقى بعض الكتل دولة القانون سائرون هي صاحبة الرأي؟ لحد هذه اللحظة الأمور عشوائية، ما جاي تتجه لتشخيص النقاط على الحكم. يعني حظوظ الفتح ما أدري تبدو شوية تراجعت بعد لقاء السيد قاسم السليماني بالدكتور اياد علاوي قبل 3 أيام. لا خوب يعني اكيد اياد علاوي، خوب اياد علاوي لا مو تقول السيد قاسم السليماني ما موجود. قبل 3 ايام التقى ولايه اخرى للعبادي. شلون؟ عدم تجديد ولايه اخرى للعبادي، هناك خلاف استراتيجي. هذا راي الايراني؟ لا راي اياد علاوي. اياد علاوي انا اعتقد في احد اللقاءات ما قبل الانتخابات قال لن نجدد ولايه اخرى للسيد العبادي. خلينا نجي على الكرد اللي متفقين على رئاسه الجمهوريه للبارتي والسيد هوشيار زيباري. لا هذا الكلام مو صحيح، تسريبات فقط. اعتقد يعني الاخوه في حزب الديمقراطي الكردستاني طرحوا هذا الموضوع في الاعلام، لكن الكل يدرك هذا المنصب من حصه الكرد وداخل الكرد الاتحاد الوطني الكردستاني وفق معادله سابقه انتهت يعني بنهايه شوف لا وفق معادله سابقه انتهت بنهايه ولايه السيد مسعود برزاني لرئاسه اقليم كردستان. يعني احنا في لقاءاتنا معاهم هم ايضا طرحوا الموضوع واحنا ايضا احنا لدينا تجربه حكم معا فيها سلبيات وفيها ايجابيات. لعل هذا الموضوع رئيس الاقليم، رئيس حكومه اقليم كردستان، رئيس اقليم كردستان، الكابينة الوزارية، الانتخابات المقبلة في أقليم كردستان في أيلول القادم، المناصب الوزارية وكذلك رئاسة الجمهورية، هذه الأمور كلها تناقش ويمكن ببساطة الاتفاق عليها. لا سيما نحن نعرف بأن المعادلات السياسية في بغداد في يعني هناك مقبوليه للاتحاد الوطني الكردستاني في يعني لاخذ هذا المنصب، والاخوه ايضا لربما طرحوا لا عندهم مقبوليه طبعا، لكن طرحوا هذا الموضوع لغرض المفاوضات. اليوم انا كان عندنا اجتماع، وبعد الاجتماع كان عندنا مؤتمر صحفي انا والسيد خسرو قوران. احد الصحفيين الكرد طرحوا عليه هذا السؤال انه البارتي يريدون رئاسه الجمهوريه، انتم شو تقولون؟ قلت لا، رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني. أخ خسروا ما قال هذا الكلام. لذلك أعتقد هذه الأمور احنا نعرف كيفية التعامل مع البعض ونعرف تمسكهم بالمنصب أيضا من أجل المفاوضات. لا مو من أجل المفاوضات، احنا المهم هسه أولا عندنا برنامج سياسي ممكن نتفق عليها، لأن الوضع الكردي نحن ندرك ليس نفس الوضع اللي كان موجود قبل 16/10 مثلا قبل الاستفتاء. ونحن نريد أن نرجع إلى بغداد بقوة، ونستطيع أن نبدأ صفحة جديدة مع بغداد على أسس جديدة تستند على المتعارف وتضمن المتعارف عليه أنه اليكتي أقرب إلى إيران والبارتي أقرب إلى أمريكا. ايش قد تأثير هذا القرب؟ يعني أنا ما أخفيك سر أنه نحن على الأقل الاتحاد الوطني نعم هذا الانطباع أننا حلفاء لإيران، لكن في نفس الوقت لدينا علاقات وثيقة جدا مع أمريكا. وإيران تعرف بهذا الأمر، ونحن لا نريد أن نكون مع أمريكا ضد إيران أو مع إيران ضد أمريكا، لا سيما وإن التطورات التي تحصل في الساحة الدولية والأقليمية
هذه التهديدات والتطور في الأحداث. أنت تعرف أمريكا ومجيء الصقور والتهديدات ضد إيران. نحن نرى بأنه ليس من مصلحة العراق ومصلحة كردستان أن تكون طرف من هذه النزاعات بين إيران وبين أمريكا. يعني بس بالنتيجة الدولتين مؤثرات في جماعة ما يرضون تشكيل الحكومة. نعم، مؤثرات باختيار رئيس الوزراء. كثيرا ما حصل منذ 2005 ولحد الآن في بعض الأحيان يحصل توافق غير مباشر عن طريق يعني بشكل ما يحصل توافق أمريكي إيراني على تولي شخصية معينة لمنصب رئيس الوزراء، وهذا ما حصل. مثلا السيد المالكي في الولاية الثانية كان عليه إجماع أمريكي إيراني في الدورة الأولى أيضا. فلذلك بهذا الأمور ما نأخذ بهذه الحساسية، لا سيما وإنه إيرانيين أؤيد كلام أستاذ كاظم، وهو أعتقد تكلم وفق معلومات. إيرانيين الآن لا يضعون كل بيضاتهم في سلة واحدة، أي إنهم لا يدعمون مرشح معين بعينه كما يفعله الأمريكان. الامريكان والخليج يعني يؤيدون لربما يؤيدون سله العبادي. يعني انا لا يعني ابوح باي معلومه لانها سوف تصب في مصلحه مرشح هم اعلنوها على تجديد الولايه. لكن ايرانيين الان ينتظرون ويعتقدون بانه لا زال الوقت مبكر، ويمنحون الوقت للعراقيين حتى يتفقوا على رئيس وزراء. اعتقد راح يتدخلون في وقت الحسم، ولا زال الوقت الحسم لم تحن. وإذا تدخلوا أعتقد يعني تجارب الماضية إيران تدخلت كثيرا لدعم العراقيين، مو فرض إرادة سياسية عليهم. فأي دعم للعراق أي دعم للعراق يكون في هذا واحد. وثانيا إيران إذا صارت كتلة أكبر وأنتم جزء منها فراح تتكون من عندكم ومن دولة القانون ومن الفتح ومن والله كاك احمد هذا اللي قريبين من ايران. والله هذه التسريبات مو صحيحه. احنا بدينا نناقش ودخلنا اصلا خلينا نشوف الحكمه صديقتنا. اصلا الاجتماعات شوف كاك احمد لم يتدخلوا في تفاصيل الامور. لا زال الكلام عن من يستطيع ان هناك تسابق من يستطيع ان يشكل الكتله الاكبر. لذا وحتى الان خطوات متعثره في وصول الى الكتله الاكبر، وحتى سيناريو اليوم في اخر الاجتماعات على انه يتشكل كتله اغلبيه من دوله القانون، من فتح وطنية كرد، ما أدري شلون. يعني في نقاشات هل يمكن تشكيل هذه الكتلة بدون سائرون أو بدون نصر؟ حتى إذا استويت هذه الكتلة ما هي التداعيات على الوضع السياسي والسلبيات اللي تواجهها؟ ثم ما هو موقع الحكمة؟ نعم أيضا لديهم موقع مهم في هذا الأمر. الحكمة بترهين، لذلك مو هيك شيء. الحكمة بترهين. المعادلة معقدة وما يتفكك بهيك السهولة اللي إعلام دي يروجوا له. أعتقد يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تدخل من أكثر من مكان، وقرار لابد بالنهاية أن يكون عراقيا داخليا. زين، أنا حسب قراءتي ما أعرف، أنا قبل يومين ذكرت في تقرير بالبرنامج قلت إنه الحكمة بإمكانها الدخول في أي كتلة أكبر، ما عندها مشكلة. بس سؤالي، الحكمة منو صديقها؟ إذا كان هناك من القوى العراقية صديقة لإيران وهناك منها من هو صديق للولايات المتحدة الأمريكية، فالحكمة صديقة من؟ احنا ندري إيران زعلت عليها من طلعت بالمجلس وسوت هالإشكال. زين، هل يعني أنه زعل أمريكا على الحكمة إيران على الحكمة إنها كسبت ود الولايات المتحدة؟ الحكمة تقريبا صديقة الجميع وتسعى إلى أن تكون مثابة للعقلانية وللاعتدال. دعني أشير إلى شيء آخر، إلى العلاقة الموجودة ما بين المشهد السياسي والمشهد الإعلامي في العالم. أن المشهد الإعلامي هو عبارة عن انعكاس للنشاط السياسي. ما نلحظه هنا أن الإعلام سابق للمشهد السياسي ويرسم له ترسيمات مستندا على تسريبات، ومن ثم يفترض هذه الافتراضات ويريد إجابات من السياسيين لخارطة يرسمها المشهد الإعلامي قبل أن تكون قد تحققت في المشهد السياسي. ولذلك دعني أقول لك بوضوح وبصراحة أن الماراثون الأول الذي حصل بالمشاورات ما بين القوى السياسية كلها يعني خرجت بنتيجة واحدة، أنها كانت مجس لمعرفة الآخر ولإيجاد تصورات، وأنها لم تذهب بعيدا إلى تشكيل الكتلة الكبرى. على هذا الأساس دعونا لا نستبق يعني الأمور كثيرا، وأن العملية فيها في الواقع صعوبة وفيها تعقيد. هو هذا الخطاب الدبلوماسي شيخ حميد، هذا الخطاب الدبلوماسي للحكمة
هو اللي خلاها تمتلك هاي الفرصة، فرصة الدخول في أي كتلة أكبر، سواء كانت هاي الكتلة قريبة من إيران أو كتلة قريبة من الولايات المتحدة. دبلوماسيين تظهرون القليل مما تبطنون، لذلك أنه حتى الإعلام مرات يحير بيكم وين توجهاتكم وين رايحة. لا، دبلوماسيون نقبلها، التوصيف الأول نقبله، التوصيف الثاني هذا فيه خطورة وفيه ذم وقدح أكثر من اللازم. بالعكس السياسي لازم يصير سراني، بس لا تزعل عليه شيخ، بس لا تزعل عليه. لا عفوا انا يعني لا ما ازعل اذا حسيت بقدح فاني اعتذر. كان كلامي دقيق وواضح. الله يسلمك. انه انتم يعني كلش حريصين جدا بالتصريحات، وخاصه شخصك الكريم حريص وما تعلن عن بواطن الامور ولا بواطن الاجتماعات الداخل. هذا كنت اقصده. احسنتم استاذ احمد. هو في الواقع محمد يقول هذا مدح مودة جدا، والمشهد جدا فيه تعقيد، ولا يتصور الواحد ان هذا الامر على قدر يعني من البساطه، وانه بالامكان ان تمر بعض الكتل وصناعه المشهد القادم. المشهد القادم مشهد جدا مهم، وينتظر العراق قفزة مسؤولة وحكيمة، وخصوصا ونحن نؤسس على جملة انتصارات حصلت في داخل العراق، انتصار على داعش، انتصار اجتماعي، انتصار سياسي، واليوم فرد انتخابات أيضا تعتبرها الكثير من الاعتراضات والملاحظات. إذن هذه اللحظة لحظة عصيبة، وتحتاج إلى كثير من الدبلوماسية، كثير من المرونة، كثير من التفاهم، كما أيضا أن المطروح جملة مشاريع الكتل العابرة، مشاريع الكتلة التي تعيد إنتاج هو مشروع واحد مرة أخرى على هو مشروع واحد الآن المطروح بتوصيفات مختلفة. مشروع واحد، هناك من يسعى إلى الحكم ويدفع الفريق المقابل إلى المعارضة، وكذلك الفريق الآخر. هذا المشروع الوحيد. لا يعني بغض النظر عن التسميات، كتلة عابرة، أغلبية سياسية، أغلبية وطنية. لا، في الواقع الآن يوجد مشروعان. تفضل. يوجد مشروعان، يعني المشروع الأول الذي نادت به كل القوى السياسية قبل ولوجها الانتخابات، والتي أشارت فيه إلى أهمية معالجة الوضع القائم الذي لا بد أن ننتقل إلى معارضة وحكومة. وهذا هو يعني الوضع الطبيعي المنتظر من قبل كل الديمقراطيات في العالم. وهناك من يرى لا، أن ما زال هناك فسحة لإيجاد نوع من أنواع التوافقات، شريطة أن تكون على برنامج واضح. هذا البرنامج الواضح مع هذا التبدل الجديد في المزاج الشعبي، مع هذا التجديد اللي حصل الآن في الذين صعدوا إلى المشهد السياسي النيابي، هذه كلها محفزات يمكن أن تتيح للعراقيين فرصة أن يصنعوا مستقبلهم. وين التجديد اللي صار بالمشهد بعيدا النيابي؟ عن المؤثرات. وكما شار أخوتك الأعزاء، عندنا 208 تقريبا 100 نائب بقوا، تقريبا 230 نائب جدد. شنو دورهم الآن بما يجري؟ الآن الدور بيد الزعماء العشرة 8 الفوق. شنو دورهم الآن 220 نائب الجدد؟ ايش يسوون؟ حاليا طبعا لم تنتهي الانتخابات، لم يتم حسم هذا الأمر قانونيا، لم تصادق المحكمة الاتحادية عليهم، لذلك أعتقد هم في الانتظار. والقادة البلاد وقادة التحالفات، في الواقع نظامنا البرلماني يعتمد اعتماد حقيقي وأساسي على التحالفات وعلى قادة الكيانات. هذه حقيقة ينبغي أيضا نفهمها. لا شك مسوي انتخابات، ولذلك ننتظر إلى الوقت الذي يتم فيه حسم هذه الإشكاليات، حين ذاك سيكون الدور الجديد للأخوة الأعزاء الذين شاركوا في الانتخابات، وسيجدون أن لهم دور كبير في صنع المستقبل القادم. واضح. أستاذ محمد، الولايات المتحدة لن تسمح لأي شخصية من الفتح بتسنم رئاسة الوزراء. تقول القرار عراقي والقرار وطني، والعراقيين إذا اتفقوا على شخصية راح يدفعوها. أمريكا ما راح تقبل بهذه العامري رئيسا للوزراء، وإذا قبلت أمريكا هناك من سيرفض.
اولا انا بس احب تعليق انه بكره اكو اجتماع لمجلس النواب. ما راح يصير نصاب. يعني انا اتمنى انه يعني بنهايه حياتهم البرلمانيه يتخذون قرار جريء واحد، يعني الغاء الانتخابات. مو الغائها، لا، على الاقل العد والفرز اليدوي. يعني جماعه مستفيدين، فما يقول لك لا مو مستفيدين، هذا انتخابات والناس صوتت بس ما يصير اليدوي. اقصد انه جلسه البرلمان باكر اذا صار بها نصاب بجلسه قانونيه ممكن ان تغير كثير من المعادلات. الموضوع الاخر، اذا احنا بقينا على قاده البلاد واصحاب الامر والنهي، فعلى شو نسوي انتخابات وخسران؟ بس انتخابات الخارج كلها تزوير. كل الانظمه البرلمانيه هذا ديدنها. زعماء الاحزاب يتفقون مع زعماء احزاب اخرين لتشكيل ائتلاف حاكم، وبعدين متى يجتمع مجلس النواب، عضو مجلس النواب يحير بالتشريع والرقابه وغيره ويستلم ايضا، ولازم يلتزم حتى ببريطانيا حتى بالمانيا يلتزم بخطوط الحزب العريضه. هذا موقفنا من القانون الفلاني، هذا موقفنا من المشروع الفلاني. يعني احنا هم شوي نقلل من شخصيه نائبنا واللي هواي والامر يجي بالمسج وبالواتساب وغيره. هي الحقيقه، يعني الحقيقه لان كل الاحزاب تشتغل بهالطريقه هاي. اذا اكو توافق على هالمبدئي خلاص، فخلينا نشوف لعد القاده السياسيين ايش وقت ما يحلون الموضوع ويتفقون بيناتهم. اما في اطار سؤالك، اولا يعني قرة عين الاحزاب السياسيه اذا امريكا تقبل او ما تقبل، او اي دوله اخرى تقبل او ما تقبل على فلان او على علان. النقاش الاعلامي وحتى السياسي للاسف كله يدور على منو؟ على شخصنه. زين منو؟ العبادي، لو هذا العامري، لو فلان، لو المالكي، لو واحد جايب المالكي، لو طبعا من يقولون العبادي، يقولون العبادي مو شخص، تقول شخصنه. العبادي اكو نهج، بس اسمح لي، الغرب مرتاحين له، ايران مشت امورها ويا 4 سنين. بس من يقولون هذا العامري اكو نهج اخر، من يقولون المالكي او مرشح المالكي اكو نهج اخر، ما ادري يحكون عن اشخاص. واحد تكلم عن برنامج لاداره الدوله، ماكو. واحد يتكلم عن شلون نقوي اقتصاد البلد. اذا خليجي هو خليجي رئيس وزراء وبعدين نشوف برنامج. مو هيك، بالعكس استاذ احمد، لازم احنا نخلي الكرايتيريا يعني خلينا نقول مواصفات العمل، مواصفات المهنه، يلا نرهم عليها واحد، مو نجيب واحد ونقول له والله يلا ايش راح تسوي. مو هيك، احنا لازم نخلي المواصفات. شنو العلاقه اللي راح تكون متوازنه مع الاقليم والعالم؟ شنو علاقته بالملف الاقتصادي والمرحله الجايه مرحله اقتصاديه؟ شنو رؤيته لملف كلش خطر، ملف الحشد الشعبي مثلا؟ عندك 140,000 مسلح موجودين بالشارع الان، يعني بالعراق، طارهم في قانون من ورقه واحده 4 اسطر يراد له شو نسميها تعليمات للقانون. زين. فخلي نخلي مواصفات وبعدين نجيب من تنطبق عليها المواصفات اللي ندعمه كنا ندعمه وكنا نوقف بظهره. ماكو كله تدعمه. لا ما خليك واقعي استاذ محمد. لا هي هاي الواقعيه. خليك واقعي. اليوم انا من اسوي حزب وانزل انتخابات وعندي جمهور، اريد اسيطر على السلطه وانفذ براسي، سواء براسي ينطبق ويا براسك او لا. بحالتنا واقعيا ما تصير. اعطيني واحد عنده يجيب له 100 وكسر، ويحقق مرتاح، يروح يلم له فد 40 50 نائب، يوصل لل 164 165 ويجي يقول لك والله انا هذا اسوي اللي اريده لان انا عندي. تقول لي غير مؤثره. المالكي جاب 103 بال 2014 وقال له لو تجيب 120 ما تصير، وتقول لي الدول غير مؤثره. لا في الدقيقه ما قال له الشخصه ما تصير، بس اجى من هذه الكتله. حيدر العبادي مو كان ويا المالكي؟ من جاء؟ يعني من غير كتله. انت اقول لك الكتله صح لو غلطان انا؟ لا المالكي كان رايته لو ما رايته؟ ما لي علاقه انه الكتله انا احكيك على كتله. مو قوه طاهه. رجعت انت للتشخيص للشخصنه. انا قلت لك الكتله اللي تجيب رئيس وزراء. هي دوله القانون تجيب 103 لو مال المالكي. هسه ليش يعني قضيه الدوره البرلمانيه السابقه هي مؤامره. لا ترجع للسابق. لا قصدي هي مؤامره غرض الاطاحه بها من المالكي، اشتركت بها كيانات وكتل داخل التحالف الوطني. هذا الموضوع خلينا نغادره. زين. احنا كدوله قانون
تعرف يعني مو الدوره الحاليه والقادمه يبقى منهجنا الاغلبيه السياسيه، لان هي اقرب رؤيه. انتم باول دوره نزلتوا من 103 ل 25، الدوره الجايه قد لا نصعد لان هاي المره كانت هناك يعني تعرف الانتخابات الكل اشترك بينها مزوره، ولذلك بعض الاخوه ما يقبلون بالعدو الفرز اليدوي. هو قضيه العدو الفرز اليدوي مو اعاده، لا، نختار 5% من اماكن تختارها الكتل السياسيه لتوضيح حاله صحيه لقضيه الانتخابات. ليش رافضتها المفوضيه؟ رافضتها المفوضيه تخاف من قضايا التزوير اللي حدثت. الان انا لا تقول ما عندي سند قانوني. لا من الممكن ان يتخذ قرار هيئه المفوضين اليوم تجتمع وتتخذ قرار وتصوت على القرار وينتهي الموضوع، لكن المفوضيه تخاف من قضايا فعلا حدثت بها تلاعب وما سيطرت عليها، لان المفوضيه مع احترامات الاخوه المفوضين قصد الناس العاملين داخل المؤسسه كمان فقدت السيطره على قضيه الانتخابات، ناس حديثين العهد ما عندهم اي تجربه، القضيه حيكت بليل. خلينا موضوع الحلقه معلومات انه زعيم ائتلاف دولة القانون اقتربنا من تشكيل الكتله الاكبر رغم ما معروف عنه يشاع عنه واضح جدا قربه من ايران وعلاقاته الطيبه مع شخصيات مؤثره بايران، لكن من قبل الانتخابات وجاي فاتح قنوات في الولايات المتحده الأمريكية. لا مستحيل، احنا خلينا نقول كالتالي. لا احنا خلينا نقول كالتالي، نقول احنا العنصر لا اخذوا لي هزه راس استاذ خالد. لا خليه يهز الكرسي كله مو بس الراس. خليه اسمع من عندي، اسمع. احنا اقتربنا. وين المشكله؟ شنو المشكله؟ السيد المالكي هو اللي وقع على اتفاقيه الاستراتيجيه. احنا كدوله اليوم كدوله قانون، اي رجل دوله لازم يكون عنده علاقات. اسمع مني هذا الكلام. احنا عمليا اقتربنا من تشكيل الكتله الاكبر لقياده الدوله بغض النظر عن شخصيه من يقود رئاسه الوزراء كمنهج. والاخر اذا ما عاجبه من وياكم هواي كتل سياسيه تحقق ال 165. من دول الهوايه؟ هسه انا ما اريد اقول من ويانا ذول، عندنا حققنا، احنا وصلنا اقتربنا كثير. اقول لك المستحيلات، مستحيل ويا سائرون. خلي يذهب المعارضه. لا لا بدي اشوف الكتل الاكبر. خلينا نكمل عبارتي. لا مستحيل ويا سائرون. احنا وصلنا الى درجه تحقيق ال 165 وتشكيل الحكومه، وعلى الآخر اللي يؤمن بالدولة ومصلحة الدولة خليه يذهب للمعارضة، ماكو إشكال. هو مو عنده مصلحة الدولة فوق المناصب والكراسي وظهر أكثر من مرة. قبل شوي يقول لي هاي حراكنا خلال هاي الفترة كلها جس نبض. المناصب ولا أصحاب المراكز. جس نبض وين وصلت لتشكيل الكتلة الأكبر وين؟ لا هو جس النبض وصلنا لهاي الحقائق. اليوم عندنا مشتركات مع من؟ مع الاتحاد عندنا مشترك. زين 25 مع الفتح 14 42 مع الوطنية عندنا مشترك، مع كيانات 42 47 مع كيانات 99 مع كيانات صغيرة عندنا مشترك. قلت لك الكيانات الصغيرة كلها 10 هاي 109. لا عبرنا ال 120. عبرنا ال 120 وجاي نحقق ال 130 وجاي نوصل. دير بالكم لا تنقلبون صدقني. لا بالمناسبة قد يكون الآخر 165 اسمع مني استاذ احمد، قد يكون الآخر وعدنا بوعد ووعد الاخر بوعد. قد يكون هو هسه اليوم اذا جبت واحد يعني من كتل السائرون قد يكون يقول احنا هم وصلنا ل 130 بسبب الوعود الاخرى من الكتل الاخرى، بس احنا كتفاهمات مع كتل سياسيه وصلنا بغض النظر عن من يكون رئيس الوزراء، لان التحرج هنا يعني اليوم اذا قلت رئيس الوزراء المالكي قد يعترض الفتح، قد يعترض سائرون. اخر تغريده للسيد مقتدى الصدر. ما تمنعنا التغريدات، احنا ما نتاثر بالتغريدات. هاي اسمع مني. لا اسمع مني. تشكيل الحكومه مو بالتغريدات. دخلنا نقراها. لا تشكيل الحكومه مو بالتغريده. هاي دبلوماسيه تويتر. اسمع السيد مقتدى الصدر: اليوم أكملت لكم الصورة وأتممت لكم اللمسات الأخيرة بعد أن أكملت المشورة ورضيت لكم الحكومة، حكومة لا سنية ولا شيعية ولا عربية ولا كردية هندية ولا قومية هندية، لا عراقية ولا شيعية ولا قومية ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة ومعارضة بناءة أبية سياسية سلمية. ثم إني سوف أستنير برأي المرجعية والعشائر الأبية وبطبقات الشعب الكبيرة. طبعا خلونا 10 خطوط. ثم إني سوف أستنير برأي المرجعية. يحكى كثيرا عن تنسيق عالي بين السيد مقتدى الصدر ومرجعية النجف في حركات. زين خلينا نكمل. ثم إني سوف أستنير برأي المرجعية والعشائر الأبية وبطبقات الشعب الكبيرة
وسنطلعهم على تفاصيل الاجتماعات الكثيرة ليكون لهم الأقوال السديدة، ثم ننتظر الكتل النزيهة ذو التوجهات. سيدنا يمكن ذات التوجهات تصير، ثم ننتظر الكتل النزيهة ذو التوجهات الوطنية الثمينة لتشكيل حكومة أبوية قوية تعطي للشعب حقوقه وللفاسد عقوبة شديدة، والله ولي التوفيق. مقتدى محمد الصدر. شو رايكم بهاي؟ يعني كلام بس خلي كلام تويتر احنا ما راح ناخذ به، على الرغم من انت الظاهر التسريبات التويتريه مأثره عليك يعني شويه، مؤثره على الجو. هذا مو تسريبات. اليوم انا وياك بهذا الموضوع. اليوم جاي يقول لا شيعيه لا كرديه، ما اعرف هنديه او كذا، هذا واحد. اثنين، المرجعيه بعيده كل البعد عن اي تدخل في تشكيل الحكومه، المرجعيه تبارك لاي حكومه قادمه غايتها مصلحه الشعب العراقي. ثلاثه، اليوم من تقول حكومة أبوية يعني توافق سياسي ومحاصصة جديدة، احنا نريد كالتالي، خلي يذهب بها اليوم كتلة سائرون وتشكل الحكومة الأكبر، واحنا نذهب للمعارضة، ما عندنا كل إشكال بهذا الموضوع، وراح نكون معارضة قوية لأجل تقييم وتقويم العمل السياسي والخدمي والأمني والاقتصادي، احنا ما يخالف، ما عندنا إشكال، بس على شرط أن تجينا بكتلة قوية حقيقية، تكون لا كردية ولا سنية ولا شيعية، وبمباركة العشائر الكبيرة. زي العشائر الكبيرة هي كردية وسنية وشيعية، يعني كلام متقاطع ما يأتي بشيء. احنا اليوم أصحاب الواقع، اليوم من هي الكتلة التي سوف تشكل؟ كلش مخطوط من 54 مقعد مال سائرون. مستحيل. لا هاي نتيجة انتخابات على الرغم يعني شو 54 يعني 25 زائد 25 زائد 4. ماكو اشكال ابد، ما نتاثر. احنا ما نتاثر. بالامس كنا اصحاب 103 كانوا هم اصحاب 36، باكر نصير احنا اصحاب 103 هم اصحاب 36. ولو ما 36 مالتهم ما كان ال 103 حصل رئاسه الوزراء. هاي 5 مرات 4 مرات. لا بالعكس. لا زين خلي العباره قويه انه جديده انه حكومه ومعارضه. خلاص حكومه معارضه صار يصير واقع يعني الاخر راح يطبق مقولتنا بالاغلبيه السياسيه، ما عندنا اشكال. زين تفضل ساخت. والله التيوت مال السيد مقتدى الصدر يعبر عن سياستها. احنا اليوم في اجتماعنا معه لاحظنا انه لديه استراتيجيه، وهو واضح في استراتيجيته، ينشد الى تشكيل حكومه. هذه الحكومه تكون لها مهام عديده، اهمها مكافحه الفساد والتنميه الاقتصاديه ومعالجه المشاكل بين مكونات القانونية، إذا قلنا مثلا أقليم وبغداد، وبين المكونات الديموغرافية في العراق على في فضاء وطني بعيدا عن السياسات التي كانت موجودة سابقا وبالاستناد على دستور. لكن عملية تشكيل الحكومة بهذه الطريقة وتسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، أكو طروحات جديدة، لكن أستاذ أحمد صدقني كلها نقاشات في بداياتها، لم تدخل في التفاصيل، والكتل السياسية لا زالت ليس لديها برنامج رغم البدايات عليها. لماذا أستاذ أحمد؟ رغم البدايات هسه سائرون عند هذا البرنامج، لكن عندما نأتي ونريد أن نكون حكومة وطنية تتقاطع برنامجه مع النصر، وكذلك تتقاطع مع دولة القانون، والبدر تتقاطع مع الفتح، تتقاطع مع سائرون ومع النصر، مع دولة القانون، الكرد تتقاطع مع الكردية السنية. المعادلة معادلة صعبة، ليست بهذه السهولة أن تنتهي بانتهاء اسم رئيس وزراء معين. المشكلة الفرز سبق الانتخابات وسبق النتائج، كان واضح انه الشق الطولي موجود، كان واضح انه الاتحاد قريب من دولة القانون وقريب من الفتح، وكان واضح انه البارتي قد يكون قريب. لا استاذ احمد، ترى هذه الامور التي تقال الكرد لا زالوا لم يحسموا امرهم. لا من عندي انا اختلف وياك. الكرد لم يحسموا امرهم. الكرد تماما. طبعا يبقى الشق طولي. انا اليوم احد قاده لعبه دومنه. يعني اختلطت الاوراق مره اخرى، ليست كما كانت قبل. ممكن تختلف. يعني ممكن نشوف البارتي حليف للعبادي بعد كل هذا يعني اذا تعاملنا ببراغماتيه ممكن كل شيء يصير. ممكن يعني، او يكون هناك جبهه اخرى، ولو الكرد لا زالوا يعني في نقاشاتهم الابتدائيه ولم يصلوا الى تفاصيل الامور. احنا احمد يعني صدقني انتم البارتي واليكتي راح نشوفهم،
عفوا راح نشوفهم في كتله واحده البارتي ولا كتيب؟ نعم يعني عملية تشكيل وفد وكتلة مو يعني أن يشاركوا في الحكومة أو يكونوا في المعارضة معا وموقف موحد قاب قوسين مصالح يعني بحدود 45 مقعد كردي كونكريتي ممكن أن يصير كونكريتي. نعم ونحاول أن نجلب الآخرين أيضا معنا. ما راح تصير المعارضة بالتأكيد 45 راح بالتأكيد. شوف دخول أحمد سلطة. احنا عندنا أكو أقليم ونحن في السلطة ولا أكو التزامات علينا تجاه شعبنا، لذلك لابد أن نكون في السلطة كي نستطيع أن نخدم شعبنا ونستطيع أن ندافع عن حقوقنا الدستورية. لذلك لابد أن نكون في السلطة. المعارضة لا يفيد حزب الديمقراطي ولا الاتحاد الوطني وحتى الأحزاب الكردية الأخرى لابد أن تشارك. أنا فقط أريد أن أعلق على قضية إعادة الفرز قانونيا فقط. قانونيا لا تخاف. شوف لا العد والفرز كان أحمد أعرف، لكن قانونيا لا يجوز أن يتم العد والفرز اليدوي. المشكلة في مجلس النواب هم شرعوا القانون. خليني أرجع للشيخ بشكل صريح. خليني أرجع للشيخ حميد معلّة. نعم أروح الشيخ حميد معلّة وأقول هذا اللي كنت قصده يا شيخ حميد، أنه تقريبا الفرز واضح، لكن ما زالت الحكمة تمتلك فرصة مسافتها القريبة من الجميع، تمتلك هذه الفرصة. واضح جدا أنه دولة القانون والسائرون مستبعد تحالفهم، وإلى حد ما كتل أخرى أيضا مستبعد تحالفها، لكن ما أقدر أستبعد أن تكون الحكمة جزء من أي كتلة سواء كانت بصبغة خلينا نقول برائحة إيرانية أو رائحة أمريكية. يعني الحكمة جاء من الحكومة. لا هسه بعيدا عن الروائح، احنا في الواقع كنا قارين المشهد السياسي خاصة بعد خروج النتائج بهذه الأرقام التي كنا نعتقد بأنها ستتيح فرصة لعرض الرؤى والأفكار من جهة، وستكون أيضا الفرصة صعبة لجميع الفرقاء، خاصة وأن الجميع يتحدث عن أغلبيات تكون حاكمة، لكنهم في العمق الكل يريد أن يكون شريكا في الحكومة، لأنه يعتقد أن الابتعاد عن المشهد السياسي والابتعاد عن الحكومة وعن السلطة وعن الوزارة يمكن أن تجعله يتضاءل، والتجارب أمامه واضحة. نحن تقديرنا قلنا النقاشات تكون كالتالي: الأول أننا نعترف جميعا بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من المرونة ومزيد من النقاش. الثاني أننا دعونا نضع البرنامج والمباني ونتقدم عليها ونؤسس لهذه المباني على أمل أن نتخطى صعوبات الماضي. الثالثة أن هذه الانتخابات فيها أكثر من جرس، فيها أكثر من ضوء أحمر، بغض النظر عما اعتورها من ملاحظات ومن مناقشات، لكن القوى السياسية إذا بقيت على المنوال السابق فإنها في الواقع تتجه إلى منحدرات خطيرة. أخيرا أن الوضع إذا لم نخرج بنتيجة، إذا لم نصل إلى توافقات أساسية لبناءات قادمة، فلربما القادم يكون أكثر سوءا، خاصة وأن المنطقة جميعا متفجرة، المنطقة ساخنة. على هذا الأساس كنا نتحدث بروح من المسؤولية، وكنا نأمل أن نكون مثابة للجمع ما بين الرؤى المتقاطعة، وهذا ما يعني حرصت الحكمة على أن تكون المثابة الوسطى. ولربما يعني لعله لوحظ علينا بأنه لماذا ذهبتم إلى السيد مقتدى الصدر وإلى سائرون ابتداء، مع أن منهجكم هو أنكم تحاولون أن تكونون مثابة لجمع الرؤى ودفعها باتجاه. اليوم نحن قلنا منهج أنه الناس اتصال بدلة لو دقمة كما يقول البعض عنده دقمة ويدور قاط عليها، وإحنا طرحنا منظور لا، أنه البدلة ينبغي أن تفصل ومن ثم البحث عن تلك الدقمة الملائمة. يعني الواقع أستاذ محمد هنا بالاستوديو، أستاذ كاظم بالاستوديو أكدوا أنه المشكلة أنه عندنا الدقمة، يعني ندور الدقمة ندور الهقاط، عندنا دقمة ندور الهقاط، احنا القاط والدقمة عندنا. يعني البحث عن انه تتركز كل الحوارات على من سيكون رئيس الوزراء، شنو معناها؟ معناها عندنا دقمة جاي ندور الهقاط والخياط ماكو. لا هسه اليوم تقريبا اعتقد اغلب القوى السياسيه في العمق لديها مرشحه
لكنه الأسماء التي طرحت في الواقع طرحت إعلاميا، لم تطرح من قبل نفس القوى السياسية. حتى السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي الرجل لم يعرض نفسه بصفته هو رئيس الوزراء القادم، إنما طرحت تحالفات، طرحت رؤى، طرحت برامج، وطرحت قوى يراد أن إذا جاي أشوف هذا التعقيد يا شيخ حميد، هذا التعقيد بالمفاوضات جاي أشوفه وبعد ما داخلين بتفاصيل المناصب والمواقع والحصص، فايش قد مستوى التعقيد اللي راح نشوفه بالمرحلة القادمة؟ أتفق معك أنا، هذا هو أصلا هذا التشظي وهذا التلون وعدم وجود كتلة كبرى هو في الواقع واحد من أنواع التعقيد. راح تصير إرضائية، والمناهج التي يرفعها الجميع هي العقدة رقم 2، وهناك منهج يريد معارضة وحكومة، والبعض يريد توافق. جيد. هناك خشية من الجانب الكردي ومن الجانب السني بأن العراق تقبل بالمعارضة، بأن عملية المعارضة أو الأغلبيات هي والله الكتل السياسية. شيخ اسمع هذا الرأي اللي انطرح في الاستوديو، يقول لك ماكو كتله تقبل تروح معارضه. وصراحه خلينا نتكلم، هو هذه الكتل اوصل العراق الى هذه المرحله، وهذه الشخصيات السياسيه هي التي سببت في هذه المشاكل اللي موجوده. هم يجدون الحلول لهذه المشاكل العقليه. بعض الكتل السياسيه مع احتراماتي ما عندها لا دقم ولا قاط. وبعدين وهذه الكتل مو كتل معارضه، هذه الكتل كتل سلطه، كلهم بالنتيجه راح يشاركون في الحكومه، ويتم تقسيم المغانم والمناصب والحصص عليه، وما يستندون على برنامج وطني ممكن أن تعين الحكومة العراقية لمواجهة المرحلة المقبلة، وعملية تأجيل لمعالجة هذه المشاكل أوصلت العراق إلى ما عليه الآن. العراق تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة، أمنية كبيرة، سياسية كبيرة، تطورات تحصل في الأقليم وكذلك في العالم. العراق لن تستطيع بهذه الشرذمة وهذا الانقسام أن تواجه هذه الصعوبات. بس الكتل السياسية عندها رؤية. لا عفوا السياسية من اجت البغداد عندها رؤية سياسية اقتصادية، عندها رؤية أمنية، وحياتك ماكو. كل واحد جايب مع احترامات، أنا دائما أقولها طبعا عذرا للكلام، أقول دائما مثل الدلالات، كل واحد جايب المقاعد مالته وش تنطيني اليوم. والله البحث هذا الشيء ماكو هيك حكي صدقني هذا الكلام ما ادري. لا بالعكس اكو بحث قريب وننتظر. اقول لي استاذ محمد دخلت اكثر من مره بملاحظات، كم مره جابت الكتل السياسيه المقاعد مالتها قالت له اذا تسمح لي استاذ، اولا دورك استاذ محمد. منو اليوم يقدر يثبت لي فعلا انه رؤيه الاستاذ كاظم هي اللي موجوده؟ يعني هسه القاده السياسيين يطلعون يكذبون علينا، يكذبون على الشعب، وعندنا برامج سياسيه، بعضهم يكذب على نفسه. يعني الان السعي لحد الان ورا كل مرينا به على الاقل تجربه داعش على منصب شخص منصب رئيس الوزراء، هذا كله اللي يصير. اليوم انا قرأت مقاله مو في طور الدعايه بس هو عجبتني، الاستاذ الدكتور عادل عبد المهدي، اسمها ما لا يدرك كله لا يترك جله. الرجل يعني دا يطلع نفسه من المنافسه على منصب رئيس الوزراء، يقول انا لا مرشح ولا منافس، بس دا حكى انه شنو المشاكل اللي راح تواجه رئيس الوزراء القادم، وهل هذه الكتل السياسيه ممكن ان تساعد ولا لا؟ تدري ايش راح يصير في رايي؟ احسن مثل كل مره باخر لحظات. هو ما مرشح بس ايش قد حظوظه؟ شلون؟ هو ما مرشح ما اعرف بس قد حظوظه؟ ما اعرف راح يجون يختارون رئيس وزراء باللحظات الاخيره. منو اللي يختاره؟ الكتل السياسيه. يوصلون مرحله تقفل، لازم بعد لان تروح كل شيء يروح من ايدهم، لانه هم ما يريدها تطلع الامور من ايدهم حتى يبقون بعد 4 سنين و10 سنين الى ان يموتون. فراح يختارون رئيس وزراء. ايش راح يصير؟ لمده اسبوع الى 10 ايام ماكسيموم يختلفون، يجون لا يتفقون، بس يريدون يمشون الامر بالوزارات. كل حكومه تشكل بها 40 وزاره 7 اشهر 5 اشهر يجون يرشقون ويشيلونهم في العشر. هذه الدوره لا، هذه الدوره اذا الحكومه صارت ايدها 200 نائب 5 6 كتل ما راح يصير بها 40 وزاره. احنا الوزارات بالعراق لازم مزيد عن 21. ياخذها مني، يعني مجلس وزراء، رئيس وزراء زائدا 20 وزاره. هذا اذا يريدون يبنون دوله. فالمشكله الان انه ما حد يفكر لا برنامج عمل الحكومه،
لا برنامج الملفات المهمة الخطيرة بالبلد شو راح تنحل، كأنه محصورة بمنو وش راح يعطينا وش راح يحقق لنا فقط. هذه حقيقة. لذلك هل الفتح ده يتعامل بهالطريقة؟ لا هسه انت فتح لا. دقيقة، لا مو الفتح، لا الكل تسمع، الكل يعني الفتح من ضمنهم. الكل اي نعم. الفتح والنصر وسائرون وغيرها كلها الان تجتمع على شنو؟ شلون نختار رئيس وزراء. وكل من يحسب حساب المقاعد. شلون افوز بمنصب رئاسة الوزراء؟ افوز. اي وشلون تتكون الكتلة الاكبر حتى يطلع منها ترشيح لرئيس وزراء. حتى تجيب الاخرين ينتخبوه وياها، وهناك تبدي الابتزازات السياسية. انه هذا رئيس الوزراء يعني المنصب حلو. يعني ماكو واحد ترى قله الا ما ندر من يقولوا له يقول لهم لا والله انا ما اقبل تمشون علي شروطكم، فيجي يفرضون عليه شروط وبعدين يعلس. عجلت بهاي الفقره، هاي الفقره انا مرات ااخرها شوي للاخير بس الصراحه اسويها. يوميا اقول من يصير رئيس وزراء؟ لا انت بالعشر الاوائل تدري الاواخر تدري تسوي؟ عفوا بس خليك ابسط. يوميا اقول من يصير رئيس وزراء، من يصير رئيس برلمان، ومن يصير رئيس جمهوريه. رئيس جمهوريه مخصوم والجماعه مستبقين. لا اليوم اريد اطرح السؤال بطريقه الطرقاعيه من احنا منو ما يصير من الاسماء المطروحه؟ ولا واحد. منو ما يصير؟ ولا واحد راح يصير. ها؟ صدقني. بس لا بيني اسم واحد مرشح حتى نقول يصير او ما يصير. لا ولا لا لا الاسماء المتداوله هسه على مستوى الاعلام اكتب لي واحد. ولا واحد راح يصير رئيس وزراء ما يصير رئيس ولا واحد. ولا واحد. اعطيني اسم تدري مستحيل. ايش تسوي احمد؟ بس اسمعني احمد. لا بالعشر الاواخر جيب القاده بس خليهم كل واحد بغرفه لين ما يجتمعون سويا. اريد 3 اسماء رئيس وزراء ما يصير، يعني اسم ما يصير رئيس وزراء، اسم ما يصير رئيس جمهوريه، اسم مستحيل يصير رئيس برلمان. كذلك استاذ محمد. راح اعطيك من الخسرانين. ما اعرف خسران. نفس توقعاتك من الاسماء المتداوله. قول لي انت قول لي هذا المرشح هذا اقول لك يصير. لا راح اكتب 3 كاظم الصيادي لان الحمد لله كل كتل متفقه ما تختار كاظم الصيادي حتى رئيس لجنه ما يخلي. نقرا فيسبوك لحد راح اخذها منك شفويا. وين كاميرتي؟ لا من الشيخ اخذها شفويا. الشيخ ناخذها شفويا. منو ما يصير رئيس وزراء، منو ما يصير رئيس برلمان، ومنو ما يصير رئيس جمهوريه من الاسماء المتداوله. فكر بيها وخلي اقرا ايش كم تعليق. لا خلي انا وياك عليهم. شلون؟ انا وياك عليهم. ماشي يا شيخ. زين مصطفى يا وين الاثنين؟ ما عليه الارقام الكاميرات هاي. ايه مصطفى قحطان. رغم ذلك ظهر لنا هناك مسارين، الاول الحرس القديم بتفكير كلاسيكي، كتله شيعيه سنيه كرديه وكل 10 مقاعد بوزاره، والحرس الجديد رئيس وزراء قوي ووزراء تكنوقراط مستقلين ترشحهم الكتله الاكبر. كلهم رشحوا التكنوقراط. زين بعد قلتلهم بالتعليقات جاوبوا تردوا. ما عندنا ولا واحد يا نخليه. فرمان عارف كاكاي. الحنانه بديلا عن اربيل. بالدقيقه شوباش شنو يعني؟ يعني مساء الخير ليله سعيده. شوباش يعني مساء الخير. مساء الخير. شوباش كاكا. ايوه عرباش يعني مساء الخير، شوباش يعني ليله سعيده تقريبا. ليله سعيده تجي؟ يعني يسعد لياليك كاك فرمان. الحنانه بديلا عن اربيل. متفائلين للحياه. تعودت القوى السياسيه بعد الانتخابات ان تكون هناك نقطه انطلاق لتشكيل الحكومه، وكون السائرون صاحب الكتله الاكبر خارج البرلمان، لذا سيتغير خارطه تشكيل الحكومه هذه المره. سيكون هناك خط ساخن حنانه اربيل واشنطن، ويقابلها خط آخر بغداد سليمانية طهران، والغلبة هذه المرة تحكمها عقوبات الأمريكية وردود طهران بالسلب والإيجاب، وصراع ماغورك والحاج، ويمكن أن تكون هناك مرشح تسوية ومن نصيب دكتور برهم صالح. طلع من جماعة الدكتور. هاي المضغوطين. مسلم الإدامي من وجهة نظري كان وجود السيد في بغداد هو ردا على تواجد قاسم سليماني، يعني 2 على 1، يعني السيد وماغورك على قاسم سليماني. مسلم يقول من وجهة نظري كان وجود السيد في بغداد هو ردا على تواجد قاسم سليماني ومحاولة جمع الأصوات على أساس مذهبي، وحاول استيعاب جميع أطراف العملية السياسية. أما حول مشهد تشكيل الحكومة فأتمنى أن تكون هنالك حكومة خالية من التكتلات الحزبية ومرشحين للوزارات غير منضوين داخل تيارات شيعية وكردية وسنية.
التخصص الدقيق والسمعة الطيبة والعقلية الشبابية هي أهم نقاط أواصر الحكومة القادمة إذا ما أردنا الخروج من تلك الليالي السوداء. شو ندللهم اليوم؟ بس ما شاء الله اكو تقدم بالوعي بالتقييم. محمد ابو ادم، تحيه طيبه، حياك الله محمد. بسبب عدم وجود كتله اكبر سوف يعقد من تشكيل الحكومه والصوره واضحه، الكل يبحث عن مصالحه، الكرد هم من سيحدد مسار تشكيل هذه الحكومه بسبب التشظي الشيعي. الثاني مال حسن الشمري. حسن الشمري يقول لقاءات خميس الخنجر الذي وصل اليوم إلى بغداد هي التي ستوضح هذا من جماعات خارج الخارطة. صدقني ستوضح خارطة التحالفات، لأنه واضح وصريح. انطيني وانطيك هي القاعدة الأساس في مفاوضاته، ولأن المحاصصة هي الأساس في تشكيل الحكومة المقبلة. لا الإخوان وقعوا سليم الجبوري. الإخوان وقعوا سليم الجبوري، رجع مرة الثانية أسامة النجيفي للخط. أنا أكتب له تعليق لأن ماكو واحد راح ياخذها. صدقني هو ما راح ياخذها منه، اكتب لي. انا ما ولا واحد. اكو اسماء مطروحه ولا واحد. لا اسمح لي، صدقني راح يطلع واحد. لا انتم عندكم، قول لي من عندكم؟ احنا مرشحنا المالكي. المالكي. وعندكم 3 احتياط. من عندكم خلف عبد الصمد، وعندكم محمد الشياع السوداني، وعندكم قصي السهيل. الاقرب محمد الشياع. منو ما يصير؟ اريد منو ما يصير. والله يا ريت ابو مصطفى، وش بينا بخت ابو مصطفى يصير رئيس وزراء. ديل ها منو ما يصير؟ ماكو واحد ما يصير صدقني. من دول 3 منو ما يصير جماعتكم؟ اكتب لي واحد ما يصير رئيس وزراء. قصي ما راح يصير. قصي ما راح اكتب قصي. خطيه صديقنا ليش؟ لا اخونا بس هو لا قصي سهيل اخونا. زين رجل تكنوقراط. زين بس انا راح اقول لك بس راح يلقى معارضه شديده. رئيس مجلس النواب راح يلقى معارضه شديده من جماعه ما لمس. كصديق انا اقيمه. عدد لك 4 اسماء 5 مطروحه. موجود السيد اسامه النجيفي مطروح رئيس مجلس النواب، السيد محمد الحلبوسي مطروح رئيس مجلس النواب، السيد محمد تميم مطروح رئيس مجلس النواب، خالد العبيدي ما راح يصير رئيس مجلس النواب. جيد. والاقرب الحلبوسي. زين. رئيس جمهوريه صديقكم الحلبوسي. زين. لا والله مو صديق. لا اكو دعم له قوي. مين؟ من داخل الكتله السنيه. يعني انا اسمع الاخوان اللي موجودين. رئيس جمهوريه منو ما يصير؟ خالد شوان. لا عندنا اسماء مطروحه. عندنا اسماء مطروحه بس سريعا. من اللي ما يصير؟ منو ما يصير؟ شباب والله خلينا نجيب خالد شواني. والله انا هوشيار ما يصير. هوشيار زباري ما يصير. هوشيار ما يصير. ليش؟ ما يصير، ما حد يريده. زين اعطيني عندنا مالاتك. زين كاتب كتب. استاذ محمد بالنسبه لرئاسه الوزراء نور المالكي ما يصير، بالنسبه لرئاسه البرلمان استاذ محمد يقول خالد العبيدي ما يصير، وبالنسبه لرئاسه الجمهوريه استاذ محمد يقول هوشيار زباري ما يصير. كل واحد له اسبابه. تريد اعطيه اسباب لو حتى ما يزعل؟ على اسباب خلينا نشوف. والله انا ما مسجل اي شيء. ليش؟ لانه انا اشوف الموضوع كلها لا زال لم تحسم ولا زال من لا ما يصير. اوكي وبعدين اللي يصير ما محسوب. اصدقائي بس يعني السياسي ما ينطي رايه هيك على الفضاء. زين لا والله بعدين نمشي الحلقه الغضر احمد وش نسوي؟ الشيخ حميد معلة يقول صرت وياك عليهم، يعني ما عنده اسماء ما تصير وما تاخذ مناصب. ها شيخنا ما عندك اسماء. صحيح. يا جماعه الحكم 24 ساعه جماعه التله ليش شيخ؟ تطيح لك واحد بهالليل هذا. فعلا هذا الوصف ينطبق عليكم شيخ؟ هواي نسمع ما سمعت ايش قال. هواي نسمع انه الحكمه تنتظر الطبخه شو وقت تكمل وهم يصيرون الملح مال الطبخه، بس لا هذا الوصف هم قاسي وتقول لي هم يصيرون ملح الطبخ. لا هم بهارات الطبخه. بهارات الطبخه تكمل الطبخه فلفل هم البهارات مالتهم. هذا شيء حلو، لكن احنا قدمنا رؤيه، قدمنا وجهه نظر واضحه. اعطينا علاج، شخصنا مشكله، شخصنا علاج. تشريعيه واضحه. بالعكس، وحتى قلنا اذا لم تتوفر فرصه حتى نكون حراس لهذه الرؤيه ومدافعين عنها ومعارضين ايضا نقبل بهذا الامر. لا ما تصيرون المعارضه شيخ. ما تعودنا عليكم تصيرون المعارضه، ولا متعودين على القوى السياسيه العراقيه تقبل بالمعارضه. يعني احنا اكو دوره كامله احنا ما موجودين بالسلطه، يكون بعلمك. لا شو انتم موجودين، نقاطكم كلها راحت بنائب رئيس الجمهوريه السيد عادل عبد المهدي.
والعامري. لا هذا كلام غير دقيق. طلع وحتى الدكتور عادل بعدين طلع. عفوا لا العامري من كان وزير نقل كان بدر. لا ما محسوب على المجلس الاعلى. لكن الدوره اذا تقصد 2006 2010. لا 2010 2014 يقصد. 2010 2014 ما كانوا موجودين. لا انفصلوا بنص الدوره. لا كانوا 21 19. هو لا صدقني بالعشره انا موجود بالبدايه واحد كانوا. ماني موجود. اي ما اشتركوا بالحكومه. السيد هادي العامري في ليله تنصيب نور المالكي لدوره ثانيه انفصل عن المجلس الاعلى ودخل للحكومه بصفته بدر. صحيح. جيد. حلوا بالحلويات. يعني اليوم هم SNG وهم مظلوم بالوقت شيخنا وهم راح تاكل بقلاوه ويانا شيخ. انا ما جاك. انا اودي له بس خليه يدليني وين اودي. انتم البقلاوه حديدكم البقلاوه. الله يبارك فيك شيخنا. التقرير جاهز؟ راح نفر الحوار فره. راح ننتقل انتقاله بالحوار بعد هذا التقرير. اللي راح نحكي على الطاوله. ناقل الحلويات قبل لا يفرون الجماعه. اللي راح نحكي على الطاوله. ننتقل انتقاله. اللي راح نحكي على الطاوله. طول التقرير. يا سلام. انتهت الانتخابات وما انتهى الجدل حول نتائجها والخروقات اللي صارت فيها. بس اليوم ما راح نحكي عن هذا الجدل. اليوم نريد نحكي عن أهم ظاهرة أفرزتها الانتخابات والنتائج، وهاي الظاهرة اسمها مقتدى الصدر. بس مو مقتدى الزعيم المعارض اللي شفناه يعتصم بالخضراء ويتظاهر بساحة التحرير هو والشباب، بل مقتدى الزعيم الآمر الناهي قطب الرحى اللي يلتقي ويا السفراء العرب وسفراء العالم الإسلامي ويحاورهم بوصفه زعيم المستقبل اللي يريد يصحح المسار ويمنع تدخل دول الجوار. الزعيم المسنود ب 54 مقعد بالبرلمان وبكتلة جماهيرية إذا يقول لها موتي تموت، إذا يقول لها ذبي نفسك بالشط تذبها. ظاهرة يراد تدرس من كل الجوانب، خصوصا إذا لاحظنا مدى التناغم اللي جاي تلاقيه من قبل الإدارة الأمريكية والرأي العام العربي. الصحافة بواشنطن جاي تعترف بظاهرته رغم العداء الواضح اللي يعلن الصدر للأمريكان، والصحافة العربية ما تتوقف عن إشعال البخور من حوله بوصفه راح يعيد السحنة العربية الغائبة لوجه العراق المتأرين حسب رأيها. وبما أنه جبناها على إيران فضروري ننتبه لهاي التفصيلة المهمة اللي صارت ظاهرة الظواهر بعد إعلان النتائج، وهو التذمر العلني لجمهور مقتدى الصدر من التدخل الإيراني اللي كان مسكوت عنه، بحيث وصل الأمر لصراخ الجماهير المحتفلة بفوز سائرون إيران برا. هواي متابعين يشوفون الشعار مو عفوي بل يعكس توجه عام لمقتدى الصدر، توجه يذكرنا مواقف والده الله يرحمه واللي رفع شعار عرقلة التشيع والحوزة ورفع درجة العداء مع تفريس المذهب. طبعا اكو هواي قرائن على هذا التوجه، وابرزها هو كثرة التغريدات اللي يكتبها زعيم التيار وكلها تنحو باتجاه التغزل بالوطن وكأنه الوطن محتل، بس هالمرة مو من قبل الأمريكان إنما من قبل أتباع المرشد وأذرع قاسم سليماني. الخلاصة أنه ظاهرة مقتدى الصدر لازم تدرس، وطريقة استثمار جماهيريته قد تودينا لطريق آخر ما محسوب بالحسبة، بدليل أنه قبل أيام منلمح بوجود استهداف شخصي إله قامت الدنيا ولم تقعد بالشارع الصدري، والبعض شم ريحة عنف تسري بالكلمات والشعارات المرفوعة من قبل أتباعه. زين هاي إذا كل شي ما صاير ونشمت هالريحة، زين إذا صار شي لا سامح الله إيش راح يصير؟ مجرد أسئلة طالعة من بطن إعصار واضح أنه راح يطيح بهواية أشياء، نتمنى أن لا يكون استقرار البلد واحد منها. سريعا خل ابدو وياك الشيخ حميد حول ما سميت انا بالتقرير ظاهره مقتدى الصدر. مقتدى الصدر زعيم ابن عائله مرجعيه معروفه داخل بالعمل السياسي من زمان من 2003 لحد الان، هذا كله نعرفه. لكن مقتدى الصدر بعد انتخابات 2018 بعد ال 54 مقعد ويجي لبغداد ويتحدث بهذه الابويه
واضح طارح نفسه مقتدى غير شكل. هل يسبب هذا نوع من الحساسية لبعض القوى الشيعية تحديدا حسب رأيك؟ يعني في نظري في الواقع هو شكل ظاهرة جديدة، والرقم الكبير الذي حصل عليه سائرون حملهم مسؤولية كبرى لكي يتعاملوا على وفق هذا الرقم الذي هم يريدون من خلاله أيضا دور محوري. أتصور أن عدد مهم من الحركات الشيعية رحبت بمجيء سماحة السيد مقتدى الصدر إلى بغداد، ومن ثم انفتاحها على السفراء وعلى القوى السياسية. القوى السياسية أيضا زاروا، اكتشفوا أيضا مستجدات جديدة في خطاب سماحة السيد. كلمة الأبوية التي يعني لاحظها البعض، انتقدها البعض، طورها البعض، هي أيضا شكلت فارقة جديدة في خطاب الرجل. وأتصور أننا التقينا به، طبعا زارنا في أول قوى سياسية، احنا زارنا فطرنا سوية مع سماحته. الرجل له توجهاته الوطنية الواضحة وله خطابه الصريح، وأنا أعتقد إذا استمر على هذا الاتجاه فهذا شيء مهم وجيد، وسترحب به أغلب القوى السياسية. طيب خالد شلون تشوفه؟ والله أنا في بداية البرنامج قلت لديه رؤية واضحة، وهو أوضح من السياسيين الآخرين، وهو معبر حقيقي عن قاعدة جماهيرية التي هو يمثلهم وتيار الصدر يمثلهم، قاعدة جماهيرية الفقيرة خلينا نقول، والطبقة المسحوقة اقتصاديا، ولديه توجهات في مكافحة الفساد، في ينشد إلى وضع اقتصادي أفضل مما عليه. وتيار الصدري لا تنسى في بدايات العمل السياسي بعد 2003 كان يعاني من كثير من الإخفاقات، اتهامات كانت توجه لها، كان وكأنه هو الذي يقود الحرب الطائفية في العراق. لكن تدريجيا هذا التيار بدأ تخرج من النطاق الطائفي لتذهب إلى الفضاء الوطني. ومثلا مواقفه مع الكرد في كثير من المراحل الحرجة التي كانت تمر بها العلاقات بيننا وبين بغداد كان خطاباته واقعية وتصف في مصلحة معالجة المشاكل دون تهييج للواقع و يعني خلق تشنج لغرض الحصول على أصوات مثلا. لذلك أعتقد سياسته المعتدلة في السنوات الماضية منحتها شيء كبير من المصداقية للكتل، وبدأ الكتل التي كانت على مثلا على غير ود معه بدأ يريد أن يكون له علاقات جيدة مع التيار الصدري. هذا السؤال الصريح أنا ما ردت لي أعضاء تيار صدري سابقين، حرجهم هواية بهذا السؤال. لا أبدا. زين، هل ستسمح القيادات التقليدية في العراق، القيادات السياسية التقليدية في العراق، اللي أعمارهم السياسية، أعمارهم بالعمل السياسي يمكن بقد عمر السيد مقتدى، لهذا الشاب اللي استطاع خلال فترة وجيزة أن يعدل من خطابه، أن يعدل مثل ما قال ساهر، أن يعدل من أداء تياره، أن يكسب هذا الجيل الجديد اللي صاعد، اللي ما يعرف شنو صدام حسين ويتحكم به. هل سيسمح له وتسمح له دول إقليمية أن يستمر بهذا الأداء؟ المنتصر الفائز بالانتخابات زين منو؟ سائرون. صح لو غلطان؟ إذا الوضع بقى على ما هو عليه منا إلى المصادقة على نتائج الانتخابات، زين، وما تشكلت تحالفات ودخلوا للبرلمان على هالوضعية، منو الكتلة الأكبر بالبرلمان؟ بدون تحالفات سائرون. صح لو لا؟ إذن السيد مقتدى الصدر هو المسؤول عن كتلة السائرون، وسائرون هي الكتلة الأكبر، فلازم يصير تعامل. الموضوع أكبر من موضوع كتلة و54 مقعد. السيد مقتدى الصدر الآن يطرح نفسه قبل العملية السياسية، قبل العملية السياسية، قبل عملية سياسية جديدة حسب وجهة نظره، وجاي يعبر عنها، جاي يعبر عنها بتغريداته، يعبر عنها بلقاءاته. أنا سؤالي، هل ستسمح له الواقع أركان العملية السياسية الأخرى لأن ينفرد بهذه الأبوية؟ هذا السؤال. الواقع شو يقول؟ أنا أقترح أنه سائرون تطرح رئيس وزراء. سائرون تطرح رئيس وزراء
الكتله الاكبر. راح تحرقهم ويجي. ليش؟ راح تحرقهم ويجي. ابدا. وين الرجل جاي يقول ابويه وانا اي رئيس وزراء ابوي قد قد يكون مو من سائره بس يطرح. زين. فهذا الطرح الكتله الاكبر لحد اليوم هم سائرون. فمن حق الفائز، احنا عندنا مثل شعبي يقول الغالب على المغلوب يرهى. يعني مترهي. فاللي يفوز بالانتخابات هو يترهى. فسائرون الان مترهي على باقي. والله ما عبالي مثلا، انا عبالي هذا موال غناه رياض احمد المرحوم. لا مو مثل بيت شعر. هو بيت شعري بس. بيت شعر ما سامع مثل، سامع من رياض احمد الله يرحمه. زين. انا اعتقد هي مرحله يرهى. زين. جاوبني على نفس السؤال. يعني ظهور الرجل في بغداد هو امرين. اما قطع الطريق امام الكتل اللي تسعى لتشكيل الكتله الاكبر، هو يسعى لتشكيل الكتله الاكبر لتشكيل الحكومه، وهذا قد يكون حق من حق اليوم اي شخصيه تشكل الكتله الاكبر. تفسير المحكمه الاتحاديه يقول من يدخل الجلسه الاولى الكتله الاكبر اليوم فسرت هو اللي يحدد. لا من الدور البرلماني اليوم اكدت تفسير. لا في قضيه اياد علاوي فسرت هذا الموضوع، ما يحتاج بعد. من اخذتوه من اياد علاوي ذكر. تفسير. لا هو مو اخذناها اليوم، قد يكون ياخذها غير. قد من الممكن ان تتفق الكتل السياسيه الاخرى. اغلب القيادات الشيعيه من احكي وياهم على موضوع تفسير المحكمه الاتحاديه قالوا سويناها وتورطنا. هسه هو شوينا بها لاحقا. هسه هو قرار المحكمه الاتحاديه ملزم للجميع. ملزم. القضية الأخرى ال 54 قد تكون قاتلة لصاحبها، سلاح ذو حدين. أما أن تنجح أمام تجربة من جماهير وجدت بالكتلة وشعارات الكتلة وشعارات قائد الكتلة هي المنقذ، إذا استطاعت أن تنقذ العراق ليش ما توافق؟ يعني إذا اجت خلصت مثلا، أنا كنت أتمنى في يوم من الأيام ردا على بعض التغريدات، إن كنتم فعلا تدافعون عن الشعب العراقي الفقير اذهبوا الكهرباء، وفروا لهم الكهرباء والغوا الخصخصه. القضيه الاخرى اذهبوا للتجاره ووفروا البطاقه التموينيه، واذهبوا البلديات، على الرغم من البلديات نقلت السلطات للمحافظات واصبحت بيد المحافظات. فعلا هذا الموضوع اذا اردتوا تسيرون بالاتجاه الصحيح. يعني اذا فشلت الكتله انا اعتقد راح تنقلب على اعقابها، والجمهور اللي نصرها اليوم هم جمهور مثابت 1000 مليون و200 في كل الانتخابات الى 1,300,000. 1,400,000 وكسر حصلوا. لا اليوم 1,500,000 حصلوا. 1,500,000 باعتبار كل الدماء الجديده جابت معطياتها، استطاعوا ان يصلون الى 1,500,000. عدم حضور قصدي عدم حضور الاخرين للانتخابات. بالنتيجه الان السيد مقتدى الصدر ما طارح نفسه انه صاحب 54 مقعد، ولا طارح نفسه هو زعيم التيار الصدري. ما اعتقد راح يستطيع. هاي دولة قانون تقول يجي؟ لا صدقني ان غدا الناظر زعيم الكتله الفائزه بالانتخابات. اي هو اليوم زعيم الكتله الفائزه بالانتخابات، من حقه يطرح نفسه اي طرح. ماكو اشكال بهذا الموضوع. هو زعيم الكتله الفائزه بالانتخابات فقط. بس من حقه زعيم الكتله الفائزه بالانتخابات. الان الاداء السياسي. بس خليني اكمل لك. لمقتدى الصدر، السيد مقتدى الصدر يزعلون جماعه هذا. اي طارح بس هو ما يزعل. طارح الان الاداء السياسي السيد مقتدى طارح نفسه صاحب 54 مقعد؟ لا، لانه هو الفائز بالانتخابات فيطرح نفسه يعني بحاله ابويه. يعني بالتكنوقراط؟ الكرد اليوم الرجل طارح قضيه تكنوقراط. اي الدولة القانون ترضى بالتكنوقراط؟ الكرد احنا نرضى بكل شيء، احنا بالمعارضه نقبل. التكنوقراط احنا والله اثرت لي قضيه كلش مهمه بنهايه البرنامج. تقبلون بالتكنوقراط؟ بالعراق اكو تكنوقراط؟ شفت؟ بالعراق اكو تكنوقراط؟ ما والله ما ادري. السيد يريد تكنوقراط. ماكو. شوف اكو لا كاك احمد، اكو فرق بين التكنوقراط وبين المستقل وتكنوقراط، او السياسي وتكنوقراط. مثلا هناك منتمين الى الاحزاب مو مستقلين، لكن هم تكنوقراط في عملهم. يعني اذا واحد مثلا بروف في القانون او في كيمياء او في فيزياء او في شيء وحزبي، هذا تكنوقراط. يعني اليوم ربما مو مستقل. لذلك استاذ خالد جنابك اليوم تجيب تكنوقراط لرئاسه الجمهوريه وتترك كل قيادات الاتحاد. رئيس الجمهوريه لابد ان يكون سياسي. لا رئيس الوزراء يجب ان يكون مثلا. لا انت مو تسال استاذ كاظم. احزابك اللي راح تاخذها راح تجيب تكنوقراط وتبتعد. ممكن تدعمون مثلا الدكتور برهم صالح لرئاسه الجمهوريه. شوف
ممكن تدعمون النتائج الانتخابيه، الشعب لما تطلع وتصوت لحزب ذات توجهات سياسيه معينه لابد ان تمنح الفرصه لهذه الشخصيات هذا الحزب كي تنفذ هذا البرنامج السياسي. أن تاتي وتفرض علي تفرض علي اشخاص اخرين مقعد او يعني ما عندي اشكاليه مع اسم معين، لكن ان يفرضون عليك اشخاص محددين انت ما تعرف وين توجهاتهم وشلون يروحون وماذا ينفذون. هذا الامر لا يمكن. هالمعادله ما لكم حق يا يكتي تناقشون البارتي على رئاسه الجمهوريه. 28 مقعد وين؟ لا 16 مقعد وين؟ لا، القضيه اولا 18 مقعد مو 16 مقعد. هذا واحد. ثانيا هذه العمليه مرتبطه بكثير من البرامج السياسيه والاتفاقات السياسيه اللي موجوده. لذلك كاك احمد لا يمكن القبول تاتي بشخص اخر وتفرضها عليه لعد اراده المواطنين وين يروح. لا الناس عفوا بس اسمع لي الحكمه هم ما راح يقبلون، عندهم تجربه سيئه جدا في التكنوقراط. هو حاكيها باول لقاء حسب ما صحح لي شيخ حميد انه في اول يوم رمضان عندما افطر السيد عمار الحكيم في الحنانه طرح عليه موضوع سيد مقتدى الصدر موضوع التكنوقراط. قال له سيد احنا ايش حصل عن التكنوقراط؟ طلعوا بيهم حراميه. انتم مع التكنوقراط لو ضده؟ يعني السؤال هو مو بنعم او لا، ولكن موضوعة التكنوقراط انا سابقا ابديت رايي بشكل واضح وصريح، وقلت أن مشكلة الدولة العراقية والحكومة العراقية هي ليست موضوعة التكنوقراط من غيره، وإنما هناك خلل منهجي بالحكومة وهو وجود الجميع في الحكومة والجميع معارض. هذا هو الخلل الأساسي، وهذا راح ينتهي. ولذلك أنا أعتقد أن الوزير ينبغي أن يتوفر على قدر من المعرفة، والتكنوقراطي يعني شيء مهم وجيد، ولكن ليس هو السبب الواضح والصحيح والرئيسي. أنا أعتقد أن منصب الوزارة هو منصب سياسي أولا. ثانيا أن يكون حاصل على تحصيل جامعي، هو هذا يكفي. وأن يكون مرتبط بحزب، الحزب شارك في انتخابات ولديه يعني استحقاق انتخابي لكي يضع رجل من رجالاته يكون حارسا ومنفذا لبرنامجه. هذه هي رؤيتنا، وكما تعلمون أن تجربتنا نحن في التكنوقراط لاحظتموها أنتم، وأعتقد أنها سوف لن تشجع أي حزب بتقديم الأمر الذي قدمناه. واضح. خلوني أختم بهذا الخبر اللي ما يعني يمكن طلعتوا على الصراعات، عفوا بس الصراعات على النفوذ وعلى السلطة وعلى المال وعلى العقود وصلت إلى أنه تصير خارج البلد. عندما يختطف، طلع لي الصورة، عندما يختطف يعني عندما يعلن مجلس الأنبار عن اختطاف رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس الشيخ نعيم القعود في تركيا، يختطف في تركيا نتيجة لصراعات سياسية. رقم واحد صار خارج العراق. صراعات سياسية داخل محافظة الأنبار. فكيف نتوقع أنه شكل الصراعات على تشكيل الحكومة العراقية؟ والله كنا راح نخطف. كنا راح نخطف. استاذ احمد، لا تسافر. استاذ احمد، تعقيبا على كلام الشيخ، الوزير في العراق يجب عنده ثلاث مهام. اولا ادارته لوزارته، فيجب ان يكون ملم فنيا واداريا وقياديا في اداره الوزاره. اثنين، هو عضو في مجلس الوزراء، وهذه جدا مهمه، ان تكون له الشخصيه المناسبه سياسيا، مو الا سياسيه، شخصيه قويه يستطيع ان يتداخل في امور اداره الدوله حتى لو كانت خارج اطار عمل الوزاري. والثالث هو تمثيل البلد في الخارج، وهذه كارثه. احنا فقدنا كثير من احترامنا امام البلدان الاخرى بسبب سوء اختيار وزراء ومن يطلعون خارج البلد. وهي صوره الشيخ نعيم القعود اللي لا يمكن اختطافه في تركيا. الصوره اللي وصلتنا. احنا اقول لك احنا وين بدنا نحكي على شلون ندير البلد وانت تطلع لنا صوره واحد مخطوف. اريد عندي دقيقتين نوزعها على 30 ثانيه لكل ضيف. يتوقع لي الوقت المتوقع لتشكيل الحكومه ونيلها الثقه، يعني مو اختيار رئيس وزراء، اختيار رئيس وزراء تكليف رئيس وزراء زائد 30 يوم حسب الدستور. نيل الثقه شو وقت استاذ خالد؟
يعني لو استمرت الوضع على ما عليه أعتقد الجلسة الأولى للبرلمان تبقى مفتوحة. مفتوحة. تكون مفتوحة. يمشوها الجماعة بشكل واقعي. الجماعة يسلكون كل شيء. هذا ويحتاجون إلى وقت لغرض المداولة. يطول. أنا أعتقد عملية تشكيل الحكومة العراقية ما تكون بهذه السهولة اللي يطرح في الإعلام. ايش قد تطول؟ والله تطول لأنه ماكو آفاق للتفاهم الأولي. ما عندي مدة دستورية. إذا أريد أطول بس أقدر 15 يوم. لا اللي ما عندي خلينا نقول حاكم دستوري أنت من ضمنها؟ حاكم دستوري به هو تصديق المحكمة الاتحادية. ماكو شيء يلزم المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فممكن أمدها الصادق يجوز 1/7. واعتقد هناك من سريعا تاخير تشكيل الحكومه يعني. بعد مصادقه المحكمه الاتحاديه. بعد مصادقتها 15 يوم لازم يصير جلسه. لا بس بعد مصادقتها ب4 اشهر. بس بعد مصادقتها هسه ب4 اشهر ورا تقريبا بعد مصادقه المحكمه ولكن هنا انا بس سريعا القضاء والمحكمه الاتحاديه ان تدقق في نتائج الانتخابات وعمليات التزوير قبل ان ما راح يوصل ابد. ايش قد؟ ما راح يوصلون ابد. ايش قد وقت تشكيل الحكومه؟ وقت تشكيل الحكومه بالدوره البرلمانيه السابقه اللي كانت اسهل من قبلها 3 اشهر. صدقني 3 اشهر وكل ساعه جونا اجتمعوا ورجعوا. شيخ ايش قد تاخذ وقت اذا عندك رقم شيخ؟ ايش قد تاخذ وقت تشكيل الحكومه؟ الى يوم يبعثون. لا مو عذرا. يعني نحن سنسعى الى ان تكون على حد السقف الدستوري. شكرا لك يا شيخ حميد المعلى. شكرا للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سيد خالد الشواني. شكرا للقيادي في ائتلاف الفتح سيد محمد دراجي. لا قيادي ولا شيء. انا بحياتي ما صاير قيادي. انا عضو. رجال على التصويت باقوها. شكرا للقيادي في دوله القانون سيد كاظم الصيادي. لا انا فقير رجال مستقل وابقى مستقل. شكرا لكم. نشوفكم باكر ان شاء الله.